امبارح في قرار من الفيفا حراق ويوجع اي زملكاوي او اي منافس للنادي الاهلي او اي حقودي على النادي الاهلي، وهو مشاركة النادي الاهلي في نسخة 2025 لكأس العالم للأندية. طبعا القرار دوت اتاخد بناء عن ان ابطال قاراتهم من 2021 ل 2024 هيشاركوا في نسخة 2025. وبما ان الاهلي بطل لافريقيا 2021 لما اخذ العشرة اللي احنا ما عطيناهاش حقها، ولكن هي حقها جه الحق بيرجع. اخيرا العشرة خدت كده اهتماما واخدت حقها كده وشموخها وكبريائها اللي ما كانش حد حاسس بيها. بس برضه هفضل احفل بالتسعة ليوم الدين، مكملين ومش ناسيين التسعة على حساب الوسعة. انسى. المهم طبعا هنشاركوا للمره التاسعه في كاس العالم للانديه، وده رقم قياسي للفرق المصريه بمشاركاتهم 9 مرات، والتسع مرات طبعا معروفه للنادي الاهلي. السؤال هنا بتاع البروف طبعا هيطلع يصوصو ويولول ويقول لك ازاي النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه مرتين من غير ما ياخد دوري ابطال افريقيا، واللي هو اخد دوري وكاس ما بيشاركش في كاس العالم للانديه. عايز اقول له روح العب في اي خرابه يا بروف. لان انت للاسف مسكت فريق يقرف، انما احنا النادي الاهلي، النادي العظيم، النادي اللي يشرف افريقيا والعرب، النادي اللي يشرف بلده ويشرف نفسه ويشرف جمهوره فخور بيه، وهو لما بيزعلنا مره بيفرحنا الف. انما انتوا باذنك يا رب هتعيشوا في غمه اليوم الدين يا بروف. البطل كاس ودوري هيشارك في كاس العالم للانديه. انت تعرف ولا كاس العالم للانديه ولا ده؟ انت بتقول عليه كاس العالم للادويه ولا ده؟ انت المره الوحيده اللي وصلتوا فيها اتلغت على راي جمهور الزمالك. والفيفا برضو اصدر قرار، عشان برضو كنت هنسى، الفيفا برضو اصدر قرار قال لك من حق اي فريق من 2002 ما اخدش بطوله دوري ابطال افريقيا انه يروح يشجع عبر الشاشات اي فريق يلعب النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يعني عادي، والحرقان برضو يشتغل عندكم، مفيش اي مشكله. تابعونا هتتكيفوا. باي باي.